هديكي مثال. مثلا انت منضفه البيت ومظبطه الدنيا وتعبانه بقى ويا دوب لسه هترتاحي، يجي ابنك دلق العصير او الاكل على الارض. اكيد انت هتتعصبي وتتضايقي وتعاقبيه. السلام عليكم، ازيكم؟ هتكلم في الفيديو ده عن 3 اخطاء تربويه بنقع فيهم اثناء تربيتنا لاولادنا، وبيبقى ليهم تاثير سلبي عليهم. وللاسف اثر الاخطاء دي بتكمل مع الطفل لما يكبر، وبتدخل في تكوين شخصيه الطفل، فبيكبر يبقى عنده مشاكل في التفكير، وبيبقى عنده قناعات وأفكار كتير غير صحيحة. وده بنشوفه في الخلافات الزوجية اللي معظمها بيبقى بسبب أفكار وقناعات الطفل اتربى عليها. أول خطأ: عدم اتفاق الأب والأم في طريقة التربية. الأم تقول يمين والأب يقول شمال. الخطأ ده بيطلع الطفل شخصية مترددة، مش عارف الصح من الغلط، مش عارف الحلال من الحرام، مش عارف ياخد أي قرار في حياته، لأن الأب والأم ما عندهمش مرجعية تربوية يرجعوا ليها، فكل واحد ماشي بدماغه. هتلاقي الطفل ده برضو بيميل للطرف المتساهل معاه، اللي ما بيقولش لأ على حاجة، وبيعرف برضو نقطة ضعف كل واحد وبيشتغل عليها كويس. من الآخر، الأب والأم في الحالة دي بيتلعب بيهم. والله بيتلعب بيهم، لأن الأطفال أذكياء جدا وبيعرفوا يستغلوا الموضوع ده كويس. يعني مثلا الأم بتمنع الحلويات الكتير أو بتمنع الأجهزة. الأب لأ، عايز الطفل يعمل كل اللي هو عايزه، ظنا منه إنه كده بيفرحه وبيبسطه وبيعيشه عيشة كويسة. فالطفل يستغل وجود الأب ويكسر كل القواعد والقوانين. زي مثلا الطفل قال كلمة مش كويسة، فالأم تقول غلط وعيب والأب يضحك، أو العكس طبعا. والطفل كل ما يكبر كل ما بيكون الموضوع أسوأ، لأنه بيبدأ يدخل في مرحلة المراهقة وبيبقى عنده استعداد للخطأ أكبر، وتفكيره بيبقى مشوش، فأكيد هيستغل الثغرات دي عند الأب والأم. في نوعين من الاختلاف بيحصلوا بين الأب والأم. النوع الأول بيبقى بدافع العاطفة أو الخوف من الأم. يعني إحنا كأمهات بنخاف أكتر على أولادنا، والعاطفة عندنا دايما بتبقى أقوى، فممكن نمنع ولادنا من أخذ خطوة في حياتهم بسبب الخوف عليهم. ففي الحالة دي سيب الأب يتصرف، لأنه هيجرأ الولد أكتر وهيساعده إنه شخصيته تكون أقوى. النوع التاني من الاختلاف هو الاختلاف في المبادئ، في القيم، في الحلال والحرام، في سلوكيات الابن بيعملها ولازم تتظبط. فممكن تكون الأم بتحاول تساعد الولد إن هو يظبط السلوكيات دي، فتلاقي الأب يقول عادي سيبيه براحته، ما كلنا كنا كده. في الحالة دي ضروري جدا الأب والأم يتفقوا مع بعض قبل ما ياخدوا أي قرار يخص الولاد، وضروري جدا ما يظهروش الخلاف ده أمام الولاد. الخطأ التاني: التذبذب والتردد في معاملة الأبناء. يعني إيه؟ يعني عدم الاستقرار على أسلوب معين. يعني الطفل ممكن يعمل خطأ فتعاقبيه، وبعدها يعمل نفس الخطأ فتطنشي، فانت هنا بتتصرفي حسب الحالة المزاجية بتاعتك. هديكي مثال. مثلا انت منضفة البيت ومظبطة الدنيا وتعبانة بقى ويا دوب لسه هترتاحي، يجي ابنك دلق العصير أو الأكل على الأرض. اكيد انت هتتعصبي وتتضايقي وتعاقبيه. مره تانية عمل نفس الكلام، قمتي ولا اتكلمتي ولا حتى طلبت منه ينظف اللي دلقه. ما هو الدنيا كده كده بايظه. بالعكس، ده انت ممكن تاخديه في حضنك وتقولي له معلش حبيبي ولا يهمك. مثلا ابنك جه من بره متاخر عاقبتيه، فمره تانية جه متاخر بس انت كنت رايقه ومبسوطه فما اتكلمتيش معاه وعديتيها. وقيسي على كده مواقف كتير بتحصل يوميا. التردد في التربية بيطلع طفل شخصيته ضعيفة، دايما قلقان، مفتقد الأمان، لأنه مش متوقع رد فعلك. هو أنت هتاخدي رد فعل قوي ولا أصلا مش هتكلميه؟ لازم يكون عندك ثبات في المعاملة، الصح صح والخطأ خطأ. مهما كانت حالتك المزاجية أو الضغوط اللي عليكي ما تخليش ابنك أو بنتك طرف فيها. الخطأ الثالث: الشخصية الضعيفة، وهنا أقصد شخصية المربي الأب أو الأم، وبتظهر دايما في التردد وعدم القدرة على أخذ القرار. من فترة جالي مشكلة إنه الابن بيضرب الأم وبيرفع صوته على الأب ومش بيحترمهم، وهو لسه 14-15 سنة. إيه اللي يوصل الابن لكده؟ أكيد السبب الأساسي في المشكلة دي هو ضعف شخصية الأب والأم.
فضعف الشخصية هيطلع ولاد شخصيتهم ضعيفة غير قادرين على أخذ القرار، أو هيطلع العكس تماما، هيطلع شخص متمرد